السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كل يصلي على النبي. الفيديو النهاردة بتاعنا كده مختلف عن كل الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده. عايزة اقول لكم ان احنا النهاردة كده الفيديو بتاعنا ان شاء الله كده هيبقى مختلف بناء على طلب رغبة اخت من اخواتنا يعني المتابعين. إن شاء الله النهارده زي ما قُلت لكم الفيديو بتاعنا كده هيبقى مختلف، طبعًا عايزة الرأي بتاعكم كده إن شاء الله في التعليقات، عشان الرأي بتاعكم إن شاء الله كده نستفيد بإذن الله كده منه. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا باحب إن أنا أرحّب بكل حبايب قلبي وأخواتي اللي مشرّفينّي ومنوّرينّي، وباقول لهم وجودكم كالعادة على راسي من فوق، وأهلًا وسهلًا بأي حد جديد معايا في القناة، باقول له شرّفتني ونوّرتني. ولو لسه كده أول مرة كده بتشوفي القناة بتاعتي، دي قناة عيشها ببساطة مع أسماء سعد. ياريت كده تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في قناتنا المتواضعة عشان تكبر بيكوا وليكوا إن شاء الله. ولو لسه كده ما اشتركتيش ياريت تشتركي وتفعلي الجرس وتضغطي كده على الكل، هيديك إن شاء الله كده علامة صح عشان يوصلك كل جديد بنقدمه إن شاء الله. ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهارده زي ما قلت لكم الفيديو بتاعنا مختلف. هحكي لكم قصه كده، قصه احد المتابعين بتوعي. هي بعتت لي القصه وقالت لي انا عايزه اخد بعض الاراء او نجمع الاراء كده ونشوف ان شاء الله رايهم هيكون ايه معانا. دي قصه بنت وشاب في مقتبل العمر بتاعهم كده. شاب زي أي شاب حب إن هو يكمل نص دينه، فتقدم لبنت هو الأخ التالت لإخواته، يعني هما 3 صبيان وده الأخ التالت يعني أصغر واحد. إخواته الاتنين متجوزين وده الصغير، فاتقدم كده لبنت كده من سنه وحصل نصيب وقروا الفاتحة ولبسوا شبكة وكده والبنت طبعا اتعلقت بيه. بقالهم سنة وخمس شهور البنت اتعلقت بيه، كان أول حد طبعا يدخل حياتها، وهو برضو نفس الوضع اتعلق بالبنت جدا. بس من يوم الخطوبة وهم في مشاكل إيه، ما بينهم وما بين سلفة من أحد السلايف أو مرات أخ من اخواته يعني، هتبقى سلفتها. بدأت بقى البنت دي، انا اول ما اتحكى لي القصة يعني اخدتها من وجهة نظري كده ان هي ممكن تكون غيرة شوية. بدأت البنت ان هي تروح للعروسة الجديدة دي، ايه انتوا بتتكلموا في ايه، انتوا بتقولوا ايه، اما بتقعدوا مع بعض بتقولوا ايه، بتعملوا ايه الكلام ده. طبعا البنت بترد عليها ويعني بنقول ايه او بنعمل ايه، قالت لها على العموم هو ما بيخبيش عليا حاجة، فانتي كده ايه بقوليلي كده اول باول عشان هو ما بيكون قاعد معاكي بيجي يحكيلي على كل حاجة. بدأت البنت اللي هي العروسة دي تقلق منها وتخاف او تخاف من خطيبها، ازاي نكون قاعدين مع بعض وبنقول اي حاجة وانت تروح تحكيها. ففي يوم بتسأله يعني احنا واحنا قاعدين مثلا مع بعض او ما تكون مثلا موجود معايا هنا، انت بتروح تحكي لمرات اخوك على حاجة؟ قال لها لا طبعا انا ما بحكيلهاش على اي حاجة، بس هي من يوم ما احنا اتخطبنا واحنا في مشاكل في البيت كبيرة لدرجة ان احنا الوقت الاخوات بتفرقوا عن بعض بسبب البنت دي. الاب والام ناس كبار وناس على الفطرة كده، لو انتوا يعني فاهمين الكلمة اللي انا بقولها دي، من الناس الطيبين اللي هم الخام. فالبنت دي مسيطرة عليهم جدا. ده ام العروسة دي بتقول، ده العروسة بتعمل، ده ما بتجيش، ده بتيجي، ده الكلام اللي انتوا عارفينه ده اللي هو ممكن يحصل ده. فانا خدت الكلام من وجهة نظري ان الكلام ده او اللي بيحصل ده ان ده غيرة. فطبعا من كتر المشاكل بقى اللي بتحصل، يعني مثلا بقى لهم سنة وخمس شهور وفي مشاكل كتير من يوم ما اتخطبوا، بس ما فيش مشاكل ما بين البنت وخطيبها. فطبعا الاهل خايفين عليها، اهل البنت خايفين ازاي ان انت هتروحي تعيشي مع السلايف دي، ازاي ان انت هتقعدي في البيت. فاحنا ايه نختصر المسافة وكل واحد يروح لحاله. فالبنت طبعا متعلقة بالولد والولد متعلق بالبنت، فهم خدوا رأيهم الاتنين كل واحد يروح لحاله.
فطبعا الولد متمسك بالبنت جدا والبنت متمسكة بيه زي ما قلت لكم. فالوقت الاهل في حيرة، فهم مش عارفين يعملوا ايه. يعني هل ان هي تسيبه، ولا يعني يعملوا ايه؟ هما ما هماش عارفين. الأم والأب طبعا خايفين على بنتهم، ازاي وانت لسه مخطوبة وبيحصل الكلام ده؟ امال لما تدخلي البيت الوقت هي عملت فجوة ما بين الإخوات، والإخوات بعد ما كانوا بيحبوا بعض كلهم اتفرقوا عن بعض. طيب ازاي وانت لسه كده في بيت أهلك وبيحصل الكلام ده؟ امال لما تدخلي البيت هناك بقى هيحصل ايه؟ طبعا البنت على الفطر خالص، والبنت خام لسه كده في مقتبل العمر بتاعها، وما بتعرفش ان هي ترد على السلفة دي، او ما بتعرفش تتعامل بمعنى اصح. ف... فالام والاب مش عارفين يعملوا ايه. هل ان هم لو ما حصلش نصيب ما بينهم، ما بين البنت والولد دول، هيبقوا فرقوا ما بينهم، ولا يعني بنتها تكمل الخطوبة، ولا ايه؟ هما ما هماش عارفين. الأم خايفة تكسر قلب بنتها، وخايفة تكسر قلب الشاب لأنه بيحبها وبنتها اتعلقت بيه. فياريت كده كل اخواتي وحبايبي كده يقولوا رأيهم، هل ان هي يعني ينفصلوا ولا يكملوا وربنا معاهم بقى يقويهم ويعينهم، ولا ايه؟ فانتوا ايه رأيكم بقى؟ اللي سمع القصة كده للآخر ياريت كده يقول له رأيه كده في التعليقات. هل البنت تنفصل عن الشاب وهما الاتنين يعني اتعلقوا ببعض بمعنى أصح، أو حبوا بعض؟ طبعا سنة و5 شهور مش فترة بسيطة ان هي البنت تتعلق بالولد والولد يتعلق بالبنت. فهل ان هي تكمل المشوار، ولا يعني تختصر كده وتقف لعند هنا وكل واحد يروح لحاله؟ يعني المشاكل مش عايزة اقول لكم، هي المشاكل كتير جدا. مفيش مشاكل ما بين البنت وما بين الولد، بس المشاكل ما بين السلفة دي وما بين الاخوات الصبيان بدأت ان هي تفرقهم عن بعض. فالبنت دي تعمل ايه؟ قولولي كده رأيكم في التعليقات. نيجي بقى هنا للفيديو بتاعنا. انا هنا الفيديو بتاعنا كده كان روتين كده، قلت ان انا انضف كده المطبخ معاكم، او اشطب المطبخ معاكم كده. ده كان روتين كده مسائي بالليل. انا كنت سبت المطبخ كده بالمواعين اللي فيه عشان نتكلم كده مع بعض شوية وناخد اراء كده من بعضنا. بدأت ان انا كده اشطب المطبخ زي ما انتوا شايفين. غسلت الحلل وغسلت الكوبايات والمعالق. وكمان عايزة اقول لكم ان الروتين المسائي ده من احب الروتينات على قلبي. عايزة اقول لكم ان هو ما بياخدش وقت خالص. يعني طول ما انت كده واقفة في المطبخ اذكري كده، اذكري ربنا كده، اقرأي الأذكار، اقرأي قرآن كده وانت واقفة. عايزة اقول لكم ان انت ما بتحسيش بأي تعب ولا اي مجهود خالص بتعمليه وانت واقفة. حتى لو بتنضفي الشقة اعملي زي ما بقولك كده، او شغلي كده إذاعة القرآن كده جنبك ورددي كده معاها. عايزة اقولك ان والله ما بتحسي بأي تعب ولا بتحسي بأي مجهود خالص. انا هنا كنت خلصت كده بشطب عايزه اقولك ان انت طول ما انت واقفه في المطبخ ما تعرفيش الاطباق او المواعين او الكوبايات بتجيلك منين. يعني انت طول ما انت واقفه كده يعني ما شاء الله تلاقي متاح لك ان انت ترجعي تغسلي تاني عادي يعني. ربنا يا رب يديم علينا يا رب النعمه يا رب ويحفظها من الزوال. وطبعا بقى لو لسه كده جديدة في القناة بتاعتي ياريت كده تشتركي وتفعلي الجرس وتضغطي كده على كلمة الكل، هتديكي كده علامة صح عشان يوصلك كل جديد بننزله ان شاء الله. وياريت كده يا حبايب قلبي ما تنسونيش كده باللايك الجميل بتاعكم، وقولولي كده رأيكم الحلو في التعليقات. انا عايزة كده آراء كتير عشان صاحبة المشكلة أو صاحبة القصة دي تعرف يعني هي هتعمل ايه. انا هنا كنت شطبت المطبخ زي ما انتوا شايفين كده، كان عندي كمية مواعين كتير. ايه رأيكم بقى في النظافة؟ ايه رأيكم بقى في شكل الحوض بقى كده بعد ما خلصنا كده تنظيف المطبخ؟ عايزة اقول لكم ان فعلا الوقت معاكم بيعدي بسرعة. يعني اي حد بحبه ببقى قاعده معاه او بتكلم معاه بحس ان الوقت بيعدي معاه بسرعه. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ قومي يلا بقى كده لو لسه كده ما شطبتش المطبخ بتاعك. قومي كده بقى بعد ما شفتي كده الفيديو بتاعي كده. يا رب اكون دايما كده بديكوا طاقه ايجابيه. يا رب اكون دايما كده عند حسن ظنكم. بحبكم في الله يا اغلى اخوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.